السلام عليكم، اهلا وسهلا. فيديو جديد رجعنا لكم بيه. لسه مخلص الشيفت في المستشفى وطالع، يمكن هحاول اجيب لكم المستشفى كده في لقطه من الخلفيه. آم، واحد من المواضيع الكتيره اللي الناس بتسال عنها وبتهتم بيها هي تكلفه المعيشه في انجلترا. فانا حبيت ان انا بعد 3 سنين دلوقتي من وجودي في انجلترا، عشت سنه في لندن ودلوقتي بقى لي سنتين عايش في مدينه بيرمنجهام. فحابب ان انا اشارككم تجربتي عن بالاساس عن الدخل في انجلترا وتكلفه المعيشه في انجلترا. دي كده الحديقه بتاعه المستشفى والكار بارك بتاع المستشفى، وده مبنى الطوارئ الجديد، وورا كده مبنى المستشفى موجود. ده برضو كار بارك تاني موجود من بتاعه المستشفى. طيب، الفيديو النهارده انا هحاول اخليه يعني هنتكلم فيه على الدخل في انجلترا وتكاليف المعيشه في انجلترا. الدخل في انجلترا طبعا يعني هيبقى على حسب مرتبك. انت ايه هي وظيفتك بيتحدد عليها الدخل بتاعك. لكن ممكن نقول هي انجلترا بلد اشتراكيه. طبعا بيضحكوا علينا الدول الاستعماريه، الدول الكبرى ديت، بموضوع الرأسمالية، لكن في الحقيقه انجلترا دوله اشتراكيه. فبتدي دايما حقوق للناس، وبتحاول دايما تساوي ما بين الناس، انها تكون كلها عايشه في مستوى الى حد ما، يعني عامه الناس تكون عايشه في مستوى واحد. طبعا اكيد في الناس الطبقه الغنيه جدا وفي الطبقه الفقيره جدا. لكن مثلا هتقول ايه؟ هتقول الطبقه الغنيه جدا 10%، الطبقه الفقيره جدا 10%، 20%. لا، مش 20%، 10% و10%. وبعد كده بنتكلم في ان مثلا ايه، 70 80% من الناس هي في نفس المستوى. غير طبعا بلاد تانية زي بلادنا، انت هتلاقي ان طبقة الاغنياء 10%، طبقة المعدمين الفقراء جدا 10%، وبعد كده طبقة 80% تانيين ناس فقراء. مش هنقول فقراء جدا، لكن نقول ناس فقراء. فهنا داخلك انت، لا، دولة انجلترا دولة اشتراكية بتحاول انها تخلي الناس كلها على مستوى شبه متقارب. الدخل بتاعك بيتحدد على حسب وظيفتك. لكن هنقول مثلا تقريبا متوسط الدخل بيبقى من 2500 جنيه استرليني لغايه مثلا 4000 جنيه استرليني. يزيد شويه يقل شويه على حسب ايه، مهنتك. طب هل ده هيكفي؟ آه، جانب كبير من اللي بياخد جزء كبير من دخلك هو السكن، لان تكلفه السكن هنا غاليه. من تجربتي ان انا كنت في لندن قبل كده وبعدين دلوقتي في برمنجهام. طبعا هي لندن دوله واحده من اكبر لندن مدينه من اكبر ومن اغنى المدن في العالم. المدينه عالميه، مدينه تاريخيه، مدينه معروفه، واحده من العواصم العالميه. فطبعا تكاليف الاقامه فيها غاليه وتكاليف السكن فيها غاليه، وده شيء طبعا يعني معروف وايه ومتوقع. ممكن نقول مثلا ان شقه معقوله في لندن ممكن تبقى عامله ايجارها عامل في حدود 1500 باوندز، 1500 جنيه استرليني. ده تقريبا الايجار بتاع شقه معقوله او بيت، ان يكن بيت او شقه على حسب برضو المكان فين. لكن هنقول اكتر شقه في لندن اوضتين وصاله او 3 وصاله، اوضتين مثلا معقولين كده متوسطي الحجم واوضه صغيره 3 وصاله، ده ممكن يبقى في حدود 1500 باوندز الى 2000 باوندز. طبعا انا بتكلم في ايه، في المستوى المتوسط القليل اللي واحد دخله من 2500 ل 4000 باوندز جنيه. لكن ممكن طبعا هتلاقي فيه اغلى طبعا بمبالغ خرافيه. ما اعتقدش انك هتلاقي اقل من كده، الا بقى لو انت مثلا بتاخد استوديو او بتاخد شقه اوضه واحده مثلا، ده ممكن يبقى ايه في رينج مثلا 1200 كده ولا حاجه. في حين ان السكن مثلا في مدن تانية زي برمنجهام، زي مانشستر، زي ليفربول، برضو ما هوش الارخص قوي، لكنه هيكون الى حد ما ارخص شويه. يعني مثلا ممكن هتلاقي البيت، سوري مش الشقه بقى، هنا هتلاقي البيت مثلا اللي في لندن ب 1500، بدل ما هي شقه في لندن لا يبقى بيت في برمنجهام، في كارديف، في ليفربول، في مانشستر، يبقى ب 1500، من 1200، بلاش 1200، 1300، 1400، 1500 تقدر تاخد بيت اوضتين وصاله او 3 بصاله بحديقه بمعقول. دوت ايه. وطبعا في مدن تانية هتلاقيها ارخص من كده، في مدن تانية ممكن يبقى البيت ب 1000 جنيه، بيت حلو كويس وبحديقه ب 1000 جنيه. بس طبعا هتلاقي مدن ايه، اصغر شويه او متطرفه شويه، او مدن ما فيهاش التجمعات اللي هي المسلمين والعرب وكده، الاماكن اللي احنا بنحب ان احنا نقعد فيها يعني. فدي بنغطي النقطه بتاعت السكن اللي ممكن ياخد تقريبا 30 ل 50% من دخلك، ممكن بس يروح في بند السكن. بند المواصلات ممكن نحط له مثلا تقريبا كام، نحط له في حدود
هيفرق طبعا لو انت في لندن ولا انت بره لندن، لو انت عندك عربيه او انت مش عندك عربيه. لو انت مش عندك لو انت مش عندك عربيه وبتركب مواصلات عامه علشان تروح شغلك وتخرج وتروح تقضي مثلا ال 30 يوم بتوعك، هنتكلم مثلا في حدود كام 180 باوندز مثلا، من 150 ل 200 باوندز على حسب انت بتروح فين وبتيجي فين وحركتك وهكذا. لكن هنتكلم مثلا في رينج ال 30 يوم اللي انت هتروح وهتيجي فيهم، تقريبا هتصرف في حدود 150 ل 200 باوندز على حسب زي ما بنقول انت بتخرج كم مره وساكن على بعد قد ايه من شغلك والاماكن التانيه بتخرج فين. لو انت عندك عربيه هتدفع الثمن ده تقريبا بنزين، اللي هو 150 باوندز ل 200 باوندز تقريبا هتدفعهم بنزين، برضو على حسب انت بتسوق قد ايه في اليوم كم كيلو، لكن تقريبا هتدفع نفس المبلغ ده كده بنزين. بالاضافه بقى ان انت هتحط تكلفه العربيه نفسها، تكلفه ثمن العربيه يعني القيمه الشهريه اللي انت بتدفعها العربيه مع الصيانه مع التامين، ده ممكن يدخل مثلا في حدود كام يا خالد؟ ممكن يدخل مثلا في حدود 250 ل 300 استرليني، اللي هو لو قلنا مثلا قيمه العربيه الشهريه اللي انت بتدفعه مثلا كعربيه، سواء انت مالكها او بتدفع اقساطها، بالاضافه للتامين للصيانه الشهريه بتاعت العربيه، فممكن توصل في حدود 300 جنيه استرليني في الشهر. الاضافه 150 جنيه استرليني، فاحنا بنتكلم من 450 ل 500، من 400 ل 500 استرليني. ده كده ايه تكلفه العربيه ومواصلاتك الشهريه. يبقى احنا بنتكلم في رينج مثلا نقول 1500 سكن بفواتير مع 500 عربيه، ده لو انت بس ساكن بره لندن، يبقى احنا كده بنتكلم في 2000 جنيه رايحين في الشهر تحت بند السكن والمواصلات. يدخل بعد كده بند الاكل. هنفتح دلوقتي اللابتوب، يعني كنت احب ان انا لو كنت اقدر اصور لكم في المولات نفسها في السوبر ماركت، لكن بيبقى يعني الناس ما بتبقاش مبسوطه كده لما انت تاخد الكاميرا وتروح تصور في السوبر ماركت، فعلشان اقول لكم الاسعار هفتح دلوقتي اللابتوب ونتفرج شويه كده على الاسعار المنتجات اللي احنا في الغالب بنشتريها، ونشوف اسعارها عامله ايه، ونحدد بناء عليها تكلفه السكن الشهريه، وبعدين هنكمل كلامنا. يبقى احنا نقول كده ايه تكلفه الاقامه والعيشه الشهريه في انجلترا تقريبا قد ايه، دخلك تقريبا قد ايه، وهل تقدر تحوش ولا مش هتحوش، او هتقدر تعيش عيشه كويسه ولا لا. ده هيبقى في النص الثاني من الفيديو.